بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أحييكم أجمل تحية في هذا اليوم 25/11/94، ويسعدني اللقاء بكم لأنقل لكم وصفا تفصيليا لهذه المباراة التي تقام بين المنتخب الكويتي في العصر الذهبي للكرة الكويتية والمنتخب الذي شارك في كأس العالم 82 أمام منتخب فرنسا. في هذه المباراة الخيرية الحبية الودية والتي تجمع نجوم الكرة الكويتية بنجوم الكرة الفرنسية في مونديال أسبانيا 82، وهما الفريقان اللي شاركا في نهائيات مونديال 82. في بداية المباراة أشبال المدرسة الفرنسية بدولة الكويت يهدون الجمهور الحاضر في استاد صباح السالم الكرات قبل بداية المباراة. وهذه المباراة تقام بهدف إقامة المباراة هو إحياء ذكرى أسرانا ومفقودين في بلد الظلم والظلام. ومن خلال أيضا هذا اللقاء أيضا يأتي في نطاق الأسبوع التجاري الفرنسي الذي سيقام في دولة الكويت خلال الأيام المقبلة، وهو أيضا تعبير عميق عن العلاقات القوية التي تربط فرنسا بدولة الكويت. وهذا التجمع الكروي العالمي يعتبر أيضا حافز الحقيقة قوي للنجوم الصاعدين، نجوم الكرة الحاليين والذين يلعبون الآن ضمن المنتخب، ليروا بأن الجمهور ما زال الحقيقة يتعلق بالنجوم السابقين الذين حققوا الإنجازات والانتصارات العديدة للكرة الكويتية. ولقاء اليوم يجمع منتخب الكويت الوطني الذي شارك في إسبانيا في كأس العالم عام 82، ومنتخب أيضا فرنسا الذي يقوده النجم الدولي ميشيل بلاتيني. ومباراة اليوم كما ذكرنا تأتي هذه الخطوة والقصد إقامة إحياء قضية أسرى دولة الكويت والمفقودين والمحتجزين لدى النظام العراقي الظالم، وتوثيق أيضا من جانب آخر بين العلاقات القوية التي تربط فرنسا بدولة الكويت من خلال هذا المهرجان الكروي الذي يجمع قدامى منتخب الكويت ومنتخب فرنسا. علم دولة الكويت والعلم الفرنسي، وهذا التجمع الذي يجمع قدامى منتخب الكويت ومنتخب فرنسا الذي شارك بنهائيات كأس العالم 12 في إسبانيا 82، والمنتخب الفرنسي بقيادة النجم الدولي بلاتيني. وهذه المباراة تعتبر ذكرى أيضا لقاء المنتخبين الكويتي والفرنسي في كأس العالم. وهذه المباراة انتهت لصالح المنتخب الفرنسي عند لقائهم في كأس العالم 82، انتهت المباراة لصالح المنتخب الفرنسي 4-1. وسجل هدف الكويت في كأس العالم في اسبانيا في مرمى المنتخب الفرنسي اللاعب الدولي السابق عبد الله بلوشي من كرة مررها له النجم ايضا الدولي عبد العزيز العنبري. أشبال مدرسة الكويت الفرنسية يحيون الجماهير الرياضية في هذه المباراة قبل اللقاء قدامى منتخب الكويت الوطني ومنتخب فرنسا. وبصمة الشهيد وذكرى إحياء أسرانا ومفقودين
الذين ما زالوا في سجون الطاغية في بلد الظلم، طاغية بغداد. وهذا هو النجم الدولي بلاتيني الذي قاد منتخب فرنسا في كأس العالم، وشارك أيضا مع منتخب بلاده في العديد من البطولات والإنجازات للكرة الفرنسية. علم دولة الكويت يحمله أشبال المدرسة الفرنسية. ويشارك في هذه المباراة نجوم الكرة الكويتية السابقين: أحمد الطرابلسي، وليد الجاسم، نعيم سعد، محبوب جمعة، عبد الله بلوشي صاحب الهدف الوحيد الذي سجله في مرمى المنتخب الفرنسي في كأس العالم 82 عند لقاء الفريقين المنتخب الفرنسي والمنتخب الكويتي، سعد الحوطي، ناصر الغانم، يوسف سويد، فتحي كميل، ومؤيد الحداد، جمال يعقوب. ويشرف على المنتخب نجوم المنتخب اللاعب الدولي جاسم يعقوب، مشرف قدامى منتخب الكويت الوطني، ويدير هذه المباراة الحكم الدولي حميد أحمد، ويساعده في مراقبة الخطوط راضي الحداد، حسين شعبان، ومحمود اسكندر. لقطة جماعية معبرة للمنتخبين الفرنسي والكويتي. وأن يفك أي أسرانا إنه سميع مجيب الدعاء. وتأتي هذه المباراة من خلال الشيخ أحمد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وسعادة السفير الفرنسي بدولة الكويت بتحية اللاعبين. وأيضا يحضر هذه المباراة الشيخ أحمد الفهد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والسفير الفرنسي لدى دولة الكويت يرافق الشيخ أحمد الفهد لمصافحة اللاعبين قبل بداية المباراة. الشيخ أحمد الفهد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والسفير الفرنسي. والمنتخب الفرنسي يتكون من عدد من النجوم الذين مثلوا الكرة الفرنسية في العديد من البطولات والدورات الدولية بقيادة النجم الدولي بلاتيني. ونشاهد الآن الشيخ أحمد الفهد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم يرافقه السفير الفرنسي، وهما يصافحان لاعب الفريقين مبتدئا الشيخ أحمد الفهد والسفير الفرنسي بالمنتخب الفرنسي. ولا شك هذا اللقاء والمهرجان الكروي يأتي الهدف منه كما ذكرنا هو إحياء ذكرى أسرانا ومفقودينا الذين ما زالوا في بلد الظلم والظلام، ونبتهل لله سبحانه وتعالى أن يفك قيد أسرانا وحتى يتم الشم، وفي القريب العاجل إن شاء الله هو السميع المجيب.
لا شك طبعا أيضا هذا التجمع الكروي العالمي يعتبر حافز للنجوم الصاعدين الذين يلعبون للكويت بهدف منح أقصى ما لديهم من طاقات وجهد لتمثيل الكرة الكويتية خير تمثيل، وحتى يأتي اليوم الذي يعيد فيه هؤلاء النجوم أمجاد الكرة الكويتية كما عادها المنتخب السابق والذي فاز بكأس آسيا عام 1980، وأيضا وصل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم في إسبانيا 82، وإن شاء الله تكون بداية طيبة للمنتخب الحالي أيضا ليواصل المسيرة ويحقق الإنجازات التي تحققت للكرة الكويتية سابقا بالعناصر الذين قدموا الكثير من الجهد والعطاء في العديد من البطولات والدورات الرياضية. ما زال الشيخ أحمد الفهد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والسفير الفرنسي وهما يصافحان لاعبي قدامى المنتخب الكويتي الذي شارك في إسبانيا 82 في كأس العالم. وتأتي أيضا هذه المباراة توثيق للعلاقات القوية التي تربط دولة الكويت بفرنسا من خلال هذا المهرجان الكروي الذي يجمع قدامى منتخب الكويت الوطني ومنتخب فرنسا الذي شارك بنهايات كأس العالم 12 في إسبانيا 82، والمنتخب الفرنسي يقوده النجم الدولي بلاتيني. وفي هذه المباراة أيضا تعيد لا شك ذكرى لقاء المنتخبين الكويت وفرنسا في كأس العالم 82، وفاز المنتخب الفرنسي في اللقاء الذي جمعهم في 82، فاز المنتخب الفرنسي 4-1، وكان صاحب الهدف الذي سجله لمنتخب الكويت اللاعب الدولي عبد الله بلوشي، ويشرف على منتخب قدامى الكرة الكويتية اللاعب الدولي جاسم يعقوب، وهو أيضا واحد من أبرز نجوم العصر الذهبي لمنتخب الكويت والذي أيضا شارك في كأس العالم 82. الشيخ أحمد الفهد والسفير الفرنسي يأخذان مكانهما في المقصورة الرئيسية بعد أن صافح لاعبي المنتخبين الفرنسي والكويتي. ويشارك أيضا العديد الحقيقة بالإضافة إلى قدامى منتخب الكرة الكويتية عزف السلام الجمهوري الفرنسي.
وعزف السلام الوطني لدولة الكويت. سعد الحوطي يتبادل الأعلام التذكارية بين سعد الحوطي وبلاتيني، وهذه الذكرى تكررت وكانت بدايتها في اسبانيا 82 عند لقاء كل من المنتخبين في مونديال 82 في اسبانيا. حميد احمد حكى المباراة يجري القرعة قبل بداية المباراة، وايضا يشارك في هذا اللقاء الى جانب طبعا بغتي ورد لرئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ احمد الفهد من اللجنة الوطنية والسفير الفرنسي من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة والمفقودين بغتي ورد، بالإضافة إلى نجوم المنتخب الكويتي السابق أحمد الطرابلسي، وليد الجاسم، نعيم سعد، محبوب جمعة، عبد الله بلوشي، سعد الحوطي، جمال يعقوب، مؤيد الحداد، فتحي كميل، يوسف سويد، ناصر الغانم. هناك أيضا مجموعة أخرى منهم عبد الرضا عباس، آدم مرجان، أحمد عسكر، عادل عبد النبي، مبارك مرزوق، سعد شبيب، وعادل عباس، عيسى الجساس، عبد العزيز حسن، سامي الحشاش. وبالإضافة أيضا استعان مدرب قدامى المنتخب الكويتي جواد مقصيد باللاعبين عبيد الشمري ومحمد بنيان من القادسية للمشاركة مع النجوم السابقين، ولقطة تذكارية قبل بداية المباراة. بينما المنتخب الفرنسي يتكون في مباراة اليوم من بريز وليمو وفيورلي وأمور فيني، بيكو، والنجم الدولي بلاتيني، ونسكنز النجم الهولندي والذي شارك أيضا في كأس العالم 74 78 مع منتخب هولندا، ورويه، كارون، روسيه، بلانسيه يمثلون المنتخب الفرنسي في هذه المباراة. مدرب المنتخب الفرنسي الحالي فان دوريه، ونجوم المنتخب الوطني السابقين يقود هذه المباراة الحكم الدولي حميد أحمد، يساعده في مراقبة الخطوط راضي الحداد، حسين شعبان، ومحمود بوسكندر حكم رابع للمباراة. كذلك سيغادر الحكم حميد أحمد غدا إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في إدارة مباريات الأندية الآسيوية أبطال الدوري، واللي شارك في هذه الدورة العربي القطري والوصل الإماراتي والأنصار اللبناني، بالإضافة أيضا إلى أوزبكستان، فريق من أوزبكستان. طبعا هذه المباراة كما ذكرنا تأتي إحياء لذكرى أسرانا ومفقودينا، وتكون أيضا خلال نطاق الأسبوع التجاري الفرنسي الذي سيقام في الكويت خلال الأيام المقبلة. ومثل هذه المباراة الودية يكون فيها التغيير مفتوح الحقيقة. حكى المباراة حميد أحمد يعلن بداية الشوط الأول من هذه المباراة التي تجمع قدامى نجوم الكرة الكويتية والكرة الفرنسية. الشوط سيكون طبعا مدته 30 دقيقة، نص ساعة، طبعا لقلة اللياقة لدى قدامى المنتخبين الكويتي والفرنسي. كرة اللعب توصل إلى
منتخب فرنسا 9 يحاول بيكو، عرضية لمنتخب فرنسا إلى رقم 2 لمول، تطلع رمية تماس. 7 يلعبها أمور فيني الفرنسي، توصل إلى رقم 11 جيمس ل7 مرة ثانية. أمور فيني يطولها قدام إلى بلاتيني، يتركها، توصل ملعوبة لمنتخب يوسف سويد، عرضية ناحية فتحي كميل، وفي صفارة، في صفارة وفي تسلل. فتحي كميل و12 يوسف سويد. طبعا لا شك ان الوزن زايد طبعا لدى غالبية نجوم الكرة الكويتية السابقين، ومنهم ايضا نجوم الكرة الفرنسية. كرة ملعوبة لمنتخب فرنسا، تلعب خطرة شايته على طول روسي، لكن تطلع ضربة مرمى. هذا اللاعب ميشيل بلاتيني. كذلك تنضم معنا الآن إذاعة دولة الكويت لنقل هذه المباراة، واعتقد سامعيني أعزائي أيضا المتابعين من خلال الإذاعة اللي انضمت معنا أيضا وليد الجاسم إلى جمال يعقوب. جمال لاعبها عرضية ناحية كابتن المنتخب السابق سعد الحوطي، تلعب توصل سويد، عرضية. الشوط طبعا نص ساعة 30 دقيقة، وكرة ملعوبة من وليد الجاسم إلى عبد الله بلوشي صاحب الهدف الوحيد اللي سجلها في مرمى المنتخب الفرنسي في كأس العالم 82. كرة ملعوبة إلى محبوب، شوط ترتد مرة ثانية. الحوطي حصلها مرة ثانية سعد الحوطي، أيوة حلوة إلى نعيم، حاول يلعبها عرضية ناحية مؤيد الحداد، لكن تطلع رمية تماس. يلعبها مؤيد الحداد، دقيقتين من بداية الشوط الأول، والتعادل بين قدام المنتخب الكويتي والفرنسي. كرة ملعوبة إلى بلاتيني، بلاتيني يلعبها ناحية فيرولي، توصل إلى رقم 2 لمول، إلى بلاتيني، حاول كرة مشتركة، حصلها يوسف سويد، وفي فاول، في فاول. سعد الحوطي يلعبها إلى يوسف سويد، سويد إلى مؤيد، تروح منه ناحية اللاعب الفرنسي فيوري، يلعبها إلى أمور فيني، إلى بلاتيني في منتصف الملعب، عرضية ناحية 7 أمور فيني 2، يلعبها لمول، عرضية ناحية الشمال، جهة ناصر الغامة، اللعب إلى المنتخب الفرنسي، إلى 2 المتقدم، راح يشوت لبلاتيني، يرجعها مرة ثانية، 7 يحصلها من منتخب فرنسا. 4 دقائق الشوط الأول والتعادل 0-0. تعويذة المباراة هذه، الديك اللي دخل الملعب هذه تعويذة فعلا. أيضا لا ننسى أن المنتخب الفرنسي شعار، الحقيقة شعار المنتخب الفرنسي أو الاتحاد الفرنسي الديك. كرة ملعوبة إلى سعد الحوطي، حوطي لوليد الجاسم، شايف عبد الله بلوشي ماسك نصه يطلب التغيير، تغيير عبد الله يطلع صاحب الهدف في مرمى منتخب فرنسا 82. كرة ملعوبة إلى رقم 2 الفرنسي لمول، عرضية إلى بلاتيني، حاول كرة مع بلاتيني، يلعبها
لكن في صفارة من حميد أحمد وفي خطأ. 5 دقائق في فاول للمنتخب الفرنسي، فاول بلاتيني وتسديداته المعروفة طبعا خاصة بالكرات الثابتة. شوف هذه عادة بالبطيء مرة ثانية للخطأ. في تغيير، راح يطلع عبد الله بلوشي ويلعب عادل عباس. هذا عادل عباس بدل عبد الله بلوشي. عادل عباس مكان عبد الله بلوشي. في فاول للمنتخب الفرنسي وبلاتيني راح يشوت. بلاتيني شوت طرابلسي، والحارس الامين احمد الطرابلسي حصلها، حطها بلاتيني فعلا. ما زالت لمساته بالنسبه للتسديدات. شوف هذه عادة بالبطيء ارضيه في الزاويه البعيده، لكن حصلها احمد الطرابلسي ويرمي نفسه ويعيد ذكرياته السابقه. احمد الطرابلسي. 6 دقائق من زمن الشوط الاول والتعادل بدون اهداف في هذه المباراة اللي تجمع قدامى المنتخب الكويتي ونجوم الكرة الفرنسية في مونديال اسبانيا 82. جمال يعقوب الى وليد الجاسم. وليد المؤيد الحداد اللي غير مكانه من اليمين للشمال. الكرة معاه يلعبها الى محبوب، ومحبوب مرة ثانية لوليد الجاسم. جاسم الى مؤيد، لكن تطلع رمية تماس لصالح المنتخب الفرنسي. تلعب من أمورفيني إلى رقم 2 ليمول، إلى اللاعب رقم 18 بلانسي. بلاتيني طويلة خطرة توصل كليب، الله ويبعدها جنب القائم فعلا اليمين بمسافة قليلة جدا. كرة كانت خطرة على مرمى أحمد الطرابلسي من اللاعب روسيه اللي لعبها، لكن طلعت ضربة مرمى. سعد الحطي. شوف هذه عادة في البطيء. شوف جمال كان متابع رقم 4 يعقوب، وعدت قريبة جدا من جنب أحمد الطرابلسي برا الملعب. كرة تلعب لفتحي، وفتحي ناسي نفسه خلف دفاع المنتخب الفرنسي، وفي تسلل على فتحي كميل. الوزن يا فتحي. تلعب وصل إلى عادل عباس. عادل يلعبها إلى ناصر الغانم، لكن تروح سهلة يحصلها اللاعب الفرنسي لمول. إلى نسكن لبلاتيني. بلاتيني سويد والحداد يمه يلعبها عرضية، توصل مرة ثانية إلى بلانسي. تلعب توصل خطرة عرضية أيضا تلعب للمنتخب الفرنسي، حصلها رقم 2 المتقدم لمول. ملعوبة مرة ثانية أيضا توصل يبعدها مالو. في راية وفي صفارة في تسلل على قدام المنتخب الفرنسي. 9 دقائق من زمن الشوط الأول من لقاء اليوم، والتعادل 0-0 بين قدام المنتخب الفرنسي ومنتخب الكويت. وعادل عباس، وفي ضربة حرة غير مباشرة للمنتخب الفرنسي. يشرف على قدام منتخب الكويت النجم الدولي جاسم يعقوب، وهو أيضا أحد أبرز نجوم الكرة الكويتية الذين شاركوا انتصارات وإنجازات الكرة الكويتية. حاول مشي البلاتيني، تلعب تروح سهلة لأحمد الطرابلسي، حصلها حارس منتخب الكويت الوطني في العصر الذهبي ونادي الكويت.
معنا أيضا المباراة منقولة لكم أعزائي المشاهدين من خلال التلفزيون القناة الثالثة، والإذاعة أيضا تشاركنا النقل. في فاول جواد مقصيد مدرب قدام المنتخب الكويتي، وهذا احتياط المنتخب في هذه المباراة. وجواد أيضا يعتبر من أحد النجوم الذين مثلوا المنتخب الكويتي في العديد من البطولات. نعيم سعد وقاد أيضا جواد مقصيد المنتخب في نهايات تصفيات المجموعة الآسيوية اللي ضمت منتخبات كأس العالم 15. كرة اللعب يحاول فيها ناصر الغانم لكن يبعدها دفاع منتخب فرنسا. في رأي تسلل واضح على اللاعب الفرنسي، ضربة حرة غير مباشرة لصالح قدامى منتخب الكويت والكرة الفرنسية. يوسف سويد إلى مؤيد الحداد، كرة معه يحاول، شوف هذه عادة في بطيئة اللعب مرة ثانية، عرضية توصل، الله يضيع. شوف هذه كرة مؤيد الحداد، وعادل عباس أيضا من الجانب الآخر براسه يلعبها لكن تطلع ضربة مرمى. تلعب إلى بلاتيني، يرجعها مرة ثانية إلى رقم 7 فرنسي كولي، خطرة توصل، ملعوبة، جول لقدام المنتخب الفرنسي. هدف في الدقيقة 12 من الشوط الأول، وهذا جمهور المنتخب الفرنسي. شوف هذه عادة في البطيء، وكرة حصلها على طول لاعبها اللاعب نيسكنز. الهدف الأول لقدام المنتخب الفرنسي سجل نيسكن في الدقيقة 12. شوف هذه عادة في البطيء، والهدف الأول يسجله نيسكن في الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول. فرنسا 1 الكويت لا شيء، وكرة ملعوبة لكن في راية وصفارة أيضا راضي الحداد ساعد الحكم، وراية وصفارة أيضا من حميد أحمد حكم المباراة. 1 فرنسا الكويت لا شيء، و13 دقيقة من زمن الشوط الأول اللي مدتها نص ساعة. طبعا حكم المباراة حميد أحمد راعى فارق طبعا السن بالنسبة للاعبين وزيادة الوزن، ولذلك اختصر الشوط من 45 دقيقة إلى 30 دقيقة. وليد الجاسم، قصيرة تنقطع، طويلة لعبها 9 بيكو ناحية رويه 14 حصلها نعيم سعد إلى محبوب جمعة، محبوب يلعبها مرة ثانية إلى سعد الحوطي. في تغيير مؤيد الحداد يحصلها إلى سعد الحوطي، سعد يلعبها لعادل عباس، هجمة لمنتخب الكويت. عادل عباس كرة معاه يحاول يلعبها ترتد، عادل عباس يؤشر يقول ارتدت من اللاعب الفرنسي لما لمست ايده. فتحي كمير راح يطلع. كارون رقم 15 يلعبها إلى بلاتيني. عبد العزيز حسن هو اللي راح يلعب. عبد العزيز أحد أيضا نجوم الكرة الكويتية، واللي شارك أيضا العديد
من إنجازات المنتخب الوطني السابق، وكان من أبرز لاعبي خط الوسط في المنتخب والقادسية. كرة ملعوبة إلى يوسف سويد. سويد يلعبها لمؤيد الحداد، ما توصل لعادل عباس. حصلها المنتخب الفرنسي. 15 دقيقة ربع ساعة وباقي ربع على نهاية الشوط الأول. ما زال المنتخب الفرنسي يقدم بهدف واحد. نعيم تلعب مرة ثانية. ما زال عبد العزيز حسن. هذا عبد العزيز هو اللي راح يشارك بدل فتحي كميل. وفتحي كميل الغزال الأسمر طبعا وزنه تغير، أصبح ما عاد غزال كما كان. شارك عبد العزيز حسن بدل فتحي كميل. تلعب رمية التماس، توصل واحد منتخب قدامى فرنسا في مباراة اليوم اللي تقام بصدد إحياء ذكرى أسرانا ومفقودين في سجون طاغية بغداد. كرة اللعب مرة ثانية أيضا ناحية 13 اللاعب نسكن صاحب الهدف. عرضية خطرة تعدي، ما في أحد يتابعها أيضا من هجوم المنتخب الفرنسي، كان فيها خطورة. عدت من أمام أحمد الطرابلسي، تطلع رمية تماس لصالح منتخب الكويت. اللعب من نعيب حوطي إلى يوسف، طالت منه من عبد العزيز حسن. وصل مرة ثانية أيضا، يبعدها دفاع منتخب الكويت. يوسف سويد إلى ناصر الغانم. حاول ناصر الغانم يلعبها عرضية ناصر، لكن يبعدها دفاع المنتخب الفرنسي. جمال وليد القاسم إلى بلاتيني، رايح له محبوب، يعدي من عبد العزيز. بلاتيني يلعبها، توصل إلى رويه الفرنسي وتنقطع. جمال يعقوب يقطعها إلى عبد العزيز حسن. عبد العزيز لاعبها ليوسف سويد، وسويد يهيئها إلى جمال يعقوب. جمال يلعبها لعادل عباس. عادل تابعها أيضا جهة اليمين، الكرة معاه يهيئها إلى مؤيد الحداد. ملعوبة توصل لعبد العزيز حسن. عبد العزيز شايت، ترتد من دفاع منتخب فرنسا. يكملها بيكو إلى 9، حصلها فعلا مع وليد القاسم. بيكو يلعبها لبلاتيني، تنقطع، توصل إلى جمال يعقوب. وسط الملعب تروح للمنتخب الفرنسي. 18 دقيقة من زمن الشوط الأول. توصل، تطلع ضربة مرمى. واحد منتخب نجوم الكرة الفرنسية، لا شيء منتخب الكويت السابق. وهذا رقم 9 اللاعب الفرنسي بيكو. نعيم سعيد. نعيم في اللعب، تطلع رمية تماس لصالح منتخب الكويت. لعب من نعيم. وليد القاسم إلى يوسف السويد. يوسف لمؤيد قصيرة، ما توصل. حصلها اللاعب أمر فيني. سعد الحوطي إلى عبد العزيز حسن. عبد العزيز لناصر الغامدي. ناصر حلوة لعبد العزيز، هيها توصل وين حداد حبه ويحصلها حارس المرمى بليد. حلوة 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 فعلا. عبد العزيز حسن، ناصر الغانم. شوف ما زال الفن موجود. طبعا لدى نجوم الكرة الكويتية السابقين. 3 نقلات خطرين نقلها فعلا عبد العزيز إلى ناصر الغانم لمؤيد الحداد. شاط الحداد لكن
حصل حارس المرمى الفرنسي بريز. 20 دقيقة من زمن الشوط الأول. 20 دقيقة، باقي 10 دقائق على نهاية الشوط الأول حسب طبعا الاتفاق. الشوط مدته نص ساعة 30 دقيقة، وما زال المنتخب الفرنسي هو المتقدم بهدف واحد مقابل لا شيء. قدام المنتخب الكويتي هدف المنتخب الفرنسي سجلها مسكن. كرة ملعوبة لناصر الغانم، الغانم يلعبها عرضية تعدي توصل لعادل عباس، يعليها عادل عباس وحاول في فاول في فاول على وليد الجاسم. وليد ابو بلنتي صراحة الكرة ما بين وليد الجاسم وحارس المرمى بيريز حارس مرمى المنتخب الفرنسي. كرة مع المنتخب الفرنسي ملعوبة قصيرة تنقطع من عبد العزيز حسن. عبد العزيز يلعبها إلى ناصر الغانم. زاد التفاهم لما شارك عبد العزيز مع ناصر الغانم في التمريرات، وهذا مشرف نجوم الكرة الكويتية في هذه المباراة اللاعب الدولي جاسم يعقوب، أحد أيضا أبرز نجوم الكرة اللي شاركوا في مونديال 82 في إسبانيا. كرة مع بلاتيني النجم الدولي الفرنسي، يلعبها إلى كاريه، حاول عدى، تلعب مرة ثانية إلى مسكن، شايت فوق العارضة، تطلع ضربة مرمى. ضربة مرمى. شوف كانوا في وقتهم نجوم لهم صولاتهم وجولاتهم، والآن شوف واضح الكرش والوزن الزايد. طبعا لكل وقت رجاله وأبطاله ونجومه. اللعب ناحية وليد الجاسم، وليد يلعبها إلى جمال يعقوب. جمال، مباراة ودية حبية بين الفريقين السابقين في مونديال اسبانيا 82. نجوم الكرة الكويتية ونجوم الكرة الفرنسية في هذه المباراة. لعب هجمة منتخب الكويت، توصل عادل شايف، تطلع الكرة برا الملعب. عادل عباس عامل لهم ربكة ناحية اليمين. شوف هذه عادة في البطيء مرة ثانية. عادل، لكن تطلع ضربة مرمى للمنتخب الفرنسي، وهذه عادة في البطيء. كرة عادل اللي طلعت ضربة مرمى. طبعا هذه الخطوة الحقيقية تأتي من إقامة هذه المباراة إحياء قضية أسرى الكويت والمفقودين المحتجزين دون ذنب اقترفوه لدى النظام العراقي الظالم. ومن جانب ثاني أيضا تأتي هذه المباراة حقيقة خلال إقامة الأسبوع التجاري للفرنسي وتوثيق العلاقات بين البلدين الكويت وفرنسا من خلال هذا المهرجان الكروي الذي يجمع قدام منتخب الكويت الوطني ومنتخب فرنسا. كرة اللعب عرضية يبعدها جمال يعقوب، حصلها مرة ثانية منتخب فرنسا. 24 دقيقة وكرة ملعوبة خطرة ويطير لها. طير الطرابلسي، طير ما شاء الله، ما زال ما شاء الله محافظ على لياقته. وكرة ملعوبة عرضية. شوف هذه عادة في البطيء، شوف من أمام رقم 14 رويه الفرنسي، يطير لها أحمد الطرابلسي. شوف الطرابلسي من اعتزل ما يقارب أكثر من 12 سنة. كرة ملعوبة لناصر الغانم، حصلها ناصر الغانم. شوف هذه عادة في البطيء لأحمد الطرابلسي، الحارس العملاق السابق والحارس الأمين لمنتخب الكويت الوطني ونادي الكويت. والطرابلسي أيضا
واحد من الذين ساهموا الحقيقة في إنجازات الكرة الكويتية في العديد من البطولات. كرة اللعب عرضية ناحية مؤيد الحداد، يلعبها لعادل اللي رايح، أنا شايف ناحية الشمال، غير مكانه بالتبادل بينه وبين مؤيد الحداد الأماكن، وكرة ملعوبة للمنتخب الفرنسي. فرنسا 1 الكويت لا شيء، وآخر 5 دقائق على نهاية الشوط الأول من هذه المباراة اللي تجمع نجوم فرنسا ونجوم الكرة الكويتية. ميشيل بلاتيني، كرة معاه بلاتيني، شايت وشوف يناشف فعلا بالملي ويحطها لكن فوق العرض. شوف هاي كرة ميشيل بلاتيني، شوف شوف شوف، والعارضة وتكملها العارضة كرة بلاتيني إلى الأوت. ناصر الغانم، تروح كرة ناصر في فاول على رقم 7 أمورفيني اللاعب الفرنسي، فاول لصالح منتخب الكويت. ناصر إلى يوسف سويد، سويد يلعبها إلى جمال يعقوب، جمال ناحية مؤيد الحداد، والحداد إلى نعيم سعد، نعيم يلعبها لمؤيد الحداد جهة اليمين إلى الحوطي، وتلعب من نعيم، تطلع ضربة ركنية، كورنر ضربة ركنية لصالح نجوم الكرة الكويتية. مؤيد الحداد إلى عبد العزيز حسن، وتطلع من عبد العزيز حسن ضربة مرمى لصالح منتخب فرنسا. هذا عبد العزيز حسن، اللعب لمنتخب فرنسا، حصلها اثنين لمول، اقرب لها وليد الجاسم لجمال يعقوب، لوليد الجاسم مرة ثانية، وليد الى جمال يعقوب، جمال حلوة الى عبد العزيز، نعيم الحداد، ساعد عبد العزيز حسن، تنقطع لصالح المنتخب الفرنسي مع 14 لاعبه، رويه الى بلاتيني، وبلاتيني لنسكنز لرويه، وخطره وتسعه يتابعها اللاعب الفرنسي بيكو، ويحصلها ناصر الغانم. ناصر 3 دقائق على نهايه الشوط الاول، منتخب فرنسا 1 منتخب الكويت لا شيء. يوسف سويد يلعبها الى عادل عباس لكن طويله، يدخل حارس المرمى بوريزه يبعدها، وتلعب مره ثانيه للمنتخب الفرنسي مع ميشيل بلاتيني، رجعها مره ثانيه في وسط الملعب لرقم 8 ناحيه نيسكنز الى كوريل، لنيسكنز خطره، واحمد الطرابلسي المرمى فاضي، وكره ملعوبه مره ثانيه ايضا حاول فيها الطرابلسي يمين وشمال، تلعب الى بلاتيني والمرمى ويرجع حطها برا، وكانت محاولات لاحمد الطرابلسي وتتهيأ لميشيل بلاتيني، اطاح بها ميشيل بلاتيني خارج المرمى. شوف واحد، ومره ثانيه ايضا احمد الطرابلسي يحاول، والكره مع نسكن يهيئها لبلاتيني اللي ماخذ له مكان ايضا داخل منطقه الستة، لكن يلعبها خارج الملعب وتضيع فرصه على المنتخب الفرنسي. 1 منتخب الفرنسي 1 الكويت لا شيء. كره ملعوبه جهه نعيم سعد، نعيم عبد العزيز حسن، عبد العزيز لاعبها الى يوسف سويد وسط الملعب، سويد لمؤيد الحداد، الحداد عدى، كره معاه يهيئها عرضيه ناحيه نعيم ويحصلها من قدامه لاني، ويصفر حكم المباراة حميد أحمد. معلن انتهاء الشوط الأول بين قدامى منتخب الكويت الوطني ونجوم الكرة الفرنسية في مونديال إسبانيا 82 بهدف 1 لمنتخب فرنسا لا شيء منتخب
الكويت. وأعزائي المشاهدين والمستمعين لنا عودة الآن إلى استديوهاتنا بالقناة الثالثة وإذاعة الكويت حتى ألتقي معاكم إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. مع السلامة. شارك في حراسة المرمى عبد الرضا عباس بدل أحمد الطرابلسي، وسامي الحشاش بدل نعيم سعد، ومحمد بنيان بدل محبوب جمعة، وعبيد الشمري بدل ناصر الغانم. محمد بنيان. والمنتخب الفرنسي حصل أيضا بعض التغييرات سنوافيها لكم إن شاء الله بعد قليل من خلال الأسماء اللاعبين الذين تغيروا في الشوط الثاني. وكرة ملعوبة بداية الشوط الثاني، والمباراة أيضا منقولة لكم أعزائي المشاهدين للمستمعين في إذاعة دولة الكويت. كرة ملعوبة من سامي الحشاش إلى مؤيد الحداد، والحداد يحاول فيها يلعبها، توصل إلى يوسف سويد. سويد إلى عبيد، ضاعت للمنتخب الفرنسي، أقرب لها مبارك أيضا. مرزوق لعب في الشوط الثاني، وكرة ملعوبة وفي فاول، في فاول لصالح بداية الشوط الثاني. فاول لصالح منتخب الكويت. أحمد عسكر إلى الحوطي. شوف اللمسات ما زالت الفنية لدى نجوم الكرة السابقين. وهذا جواد مقصود مدرب المنتخب الوطني ومشرف الفريق اللاعب الدولي جاسم يعقوب في اللعب. بلاتيني. كرة ملعوبة مرة ثانية ناحية ميوشي. ميوشي الفرنسي، عرضية كملها إلى رويه، إلى رقم 2 موليه، إلى نسكن طويلة عليها خاطرة، توصل ويحصلها عبد الرضا عباس اللي شارك في الشوط الثاني بدل أحمد الطرابلسي. سامي الحشاش. سامي، وتطلع الكرة من رقم 18 اللي شارك سامي الحشاش، رقم 18 فلانسي. رمية تماس، اللعب من سامي إلى يوسف سويد، وسويد ينقلها إلى عبيد الشمري. وعبيد طبعا استعان مدرب قدام المنتخب الوطني جواد مقصود بعدد من لاعبي المنتخب الحاليين، منهم عبيد الشمري ومحمد بنيان، إلى جانب علي مروي طبعا اللي كان في مباراة اليوم كانت للسالمية أمام الجهرة في بطولة كأس سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز السالمية على الجهرة 1-0. وأيضا كان المفروض أمس تقام مباراة، لكن بسبب عطل في الكهرباء ألقيت بين القادسية والساحل. وكانت بداية بطولة كأس سمو ولي العهد بمباراة فاز اليرموك على خيطان 2-1. وطبعا مباريات بطولة كأس سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تقام بطريقة خروج المغلوب، ولذلك تأهل إلى دور الثمانية اليرموك والسالمية. وأجلت مباراة القادسية والساحل إلى 5/12/94. بلاتيني يلعب الفاول للمنتخب الفرنسي ناحية اليمين، وما زالت النتيجة 1 منتخب فرنسا لا شيء منتخب الكويت. 3 دقائق من بداية الشوط الثاني في مباراة اليوم اللي تقام
إحياء لذكرى أسرى الكويت في سجون طاغية بغداد. وكرة ملعوبة في وسط الملعب للمنتخب الفرنسي. 1 المنتخب الفرنسي لا شيء منتخب الكويت إلى 17 يحصلها اللاعب روسيه. روسيه عرضية ناحية بيكو إلى بلاتيني. ميشيل بلاتيني هيئها. وكان أيضا اللقاء اللي جمع الفريقين في مونديال إسبانيا 82 بين الكويت وفرنسا. انتهى اللقاء في كأس العالم 4-1. وهدف منتخب الكويت سجلها عبد الله بلوشي. كانت تضم مجموعة منتخب الكويت، المنتخب الإنجليزي وتشيكوسلوفاكيا مع المنتخب الفرنسي. طبعا الكرة لم تخرج خارج نطاق الملعب، ولذلك سيعملها فعلا، عملها اسقاط حكم المباراة، لأن كان أحد الصغار اللي يحضرون الكرة هي اللي لعبها قبل خروجها من الكرة. ملعوبة اللعب توصل إلى المدافع الفرنسي، رجعها لبيريزا حارس المرمى. بيريزا رجعها مرة ثانية إلى اللاعب فيوري الفرنسي، إلى رقم 2 ليمول ناحية الشمال. وفي تغيير بالنسبة لمنتخب الكويت، سعد شبيب راح يشارك. سعد شبيب أيضا من اللاعبين السابقين لمنتخب الكويت نادي التضامن. وكرة ملعوبة وعادل عبد النبي. عادل عبد النبي أيضا لاعب السالمية السابق والمنتخب الكويتي، وآخر بطولة شارك فيها عادل عبد النبي كانت دورة كأس الخليج العربي السادسة. كرة اللعب حصلها اللاعب الفرنسي موليه، لكن يبعدها عبد الرضا عباس فوق العارضة، يطلعها وكانت خطرة طلعها إلى ضربة ركنية، وهذا عبد الرضا عباس. شوف بلاتيني هو اللي حطها وطلعها عبد الرضا عباس إلى ضربة ركنية. جمال يعقوب يوسف سويد اللي طلع مع سعد الحوطي. يوسف سويد وسعد الحوطي، وشارك عادل عبد النبي مع سعد شبيب. ضربة ركنية اللعب توصل إلى عسكر لاعبها ناحية سعد شبيب اللي شارك بدل الحوطي. مؤيد حداد يحاول يعدي وعدى، والكرة معاه إلى سعد شبيب لمؤيد الحداد، وفي فاول شوف على 15 نقص اللياقة أدى إلى مسك الحداد. شوف ما قدر يرجع له عشان يقطع الكرة، تله حتى يمنعه من مواصلة الهجمة. وكرة اللعب عبيد الشميري، عبيد مبارك مرزوق إلى شبيب، إلى أحمد عسكر، حاول يشوت اللعب مرة ثانية، وصل جول! عادل عباس يسجل التعادل. عادل عباس يسجل هدف التعادل في مرمى المنتخب الفرنسي في الدقيقة 7 من زمن الشوط الثاني. شوف هذه عادة في البطيء، عادل شايت وأمام حارس المرمى بيريزا يرمي نفسه، وكرة عادل عباس في المرمى. الهدف الأول لمنتخب الكويت. أحمد عسكر اللي مرر الكرة، أحمد إلى عادل صاحب التعادل. شوف عادل شايت على طول هدف التعادل لمرمى نجوم الكرة الكويتية.
لمونديال 82. وكرة اللعب 1-1. 1-1. 8 دقائق مضى من زمن الشوط الثاني. منتخب فرنسا 1، منتخب الكويت 1. كرة عرضية ملعوبة إلى بلاتيني. ما زال بلاتيني هو القائد والكابتن. شوف كل الكرات تمرر له. كان أيضا هو كابتن المنتخب الفرنسي وقائد الفريق وهداف الفريق، صانع أيضا ألعابه وهداف الفريق. الشوط الثاني و9 دقائق، فرنسا 1 الكويت 1. تعادل في مباراة اليوم اللي تأتي إحياء لذكرى أسرانه ومفقودين في سجون طاغية العراق. كرة اللعب توصل، حصلها عادل عباس صاحب التعادل، يلعبها إلى عبيد الشميري، وعبيد يمررها قصيرة تنقطع طويلة قدام. 1-1 تعادل. يقطعها محمد بن ايان من قدام اللاعب بيكو، ويطلعها محمد بن ايان برا الملعب. رمية تماس، رمية تماس لصالح المنتخب الفرنسي. تلعب من بيكو، يقطعها عادل عبد النبي تروح منه، حصلها ايضا المنتخب الفرنسي. عرضية جهة لي مول. 10 دقائق مضى من زمن الشوط الثاني، وسجل عادل عباس هدف منتخب الكويت، هدف التعادل، لتصبح النتيجة بين المنتخب الفرنسي والكويتي 1-1. في اللعب أيضا تأتي هذه المباراة في نطاق الأسبوع التجاري الفرنسي الذي سيقام في دولة الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة. وهو في اللعب توصل خطرة يبعدها سامي الحشاش، بيكو يحصلها، توصل لنسخ يحاول فيها، تنقطع مرة ثانية. عرضية إلى ميشيل بلاتيني، بلاتيني يمررها، كرة خطرة يحاول فيها منتخب فرنسا، توصل ويبعدها. حلوة حلوة حلوة، ينقذ فعلا دفاع منتخب الكويت. فرصة كانت خطرة وينقذها فعلا. شوف هذه عادة في البطيء، كانت فعلا فرصة لمنتخب فرنسا تنقطع. توصل لمؤيد الحداد، مؤيد إلى عادل عباس، عادل شوت، شوت جول! ويضيف عادل عباس الهدف الثاني. الهدف الثاني عادل عباس، أضاف أيضا عادل عباس في الدقيقة 12 الهدف الثاني لمنتخب الكويت. شوف هذا الجمهور أيضا وفرحة الهدف الثاني من عادل عباس. شوف هذه عادة في البطيء، وفي تغيير، في تبديل. مبارك مرزوق طلع ولعب عيسى الجساس حكم كرة القدم الحالي، وأيضا واحد من نجوم منتخب الكويت السابقين. شوف هذه عادة في البطيء، عادل وتسديدة قوية، يسجل في الدقيقة 12 الهدف الثاني. 2 هدفا لعادل عباس. مؤيد الحداد، وهجمة لمنتخب الكويت. مؤيد الحداد يحاول تلعب عرضية، توصل ويبعدها المدافع الفرنسي، طلعها ليمول إلى ضربة ركنية. أفضل حالا ومستوى منتخب قدامى الكويت السابقين في الشوط الثاني. شوف ما ينقص اللاعبين السابقين اللياقة فقط وزيادة الوزن. عادل تلعب من أحمد عسكر إلى الحداد، لعادل عبد النبي، لأحمد عسكر مرة ثانية، تروح من أحمد عسكر، حصلها للمنتخب الفرنسي إلى بلاتيني طويلة، توصل إلى 14، حاول فيها رويا شوت جول! تعادل. التعادل لم ينتظر المنتخب الفرنسي إلا دقيقة واحدة، وسجل في رقم 14 رويا الهدف الثاني بعد ما أضاف عادل عباس في دقيقة 12 هدف منتخب الكويت الثاني
وتصليحه أيضا تمريرة من بلاتيني من تمريراته المعروفة السابقة أيضا والمرسومة إلى اللاعب رقم 14 رويه. سجل. شوف هذه عادة هذه تمريرة بلاتيني إلى اللاعب رقم 14 رويه، واللي سددها من داخل المنطقة على يمين حارس المرمى عبد الرضا عباس، يسجل في الدقيقة 13 الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي. 2-2. شوف كرشة أمامه كم متر، لكن ما زالت أيضا الحساسية والمهارة موجودة عنده. 2-2. مؤيد الحداد حصلها ويمر مؤيد يلعبها إلى عبيد قصيرة، تنقطع توصل إلى بلاتيني. وشايف أنا في تبديل أيضا، آدم مرجان راح يشارك حارس المرمى، حارس مرمى المنتخب السابق ونادي كاظمة آدم مرجان. سامي الحشاش إلى مؤيد الحداد، حداد لسامي المتقدم، لكن أقرب لها اللاعب الفرنسي حصلها. بلاتيني. في تغيير أيضا بالنسبة للمنتخب الفرنسي، رقم 11 راح يلعب اللي هو جيمس الأسمراني. 2-2 و15 دقيقة مضى من زمن الشوط الثاني، وباقي أيضا ربع ساعة على نهاية الشوط الثاني. والمباراة أيضا منقولة لكم أعزائي المستمعين والمشاهدين من خلال التلفزيون والإذاعة. 2-2 تعادل بين منتخب نجوم الكرة الفرنسية السابقين ومنتخب الكويت لمونديال 82 في إسبانيا. اللعب من عيسى الجساس طويلة ناحية مؤيد الحداد. حداد كرة معاه، حاول تنقطع، حصلها مرة ثانية مؤيد الحداد. مؤيد يلعبها عرضية، يحصل المدافع الفرنسي فيوري إلى بلاتيني. ممول، ما زال هو الممول فعلا. بلاتيني صنع الهدف الثاني للاعب رويه 14 اللي سجلها في الدقيقة 13 من زمن الشوط الثاني، بعد ما تقدم منتخب الكويت بهدفين مقابل هدف. كرة اللعب توصل إلى صاحب الهدف التعادل 14 من رويه إلى اللاعب لي مول. لعب مرة ثانية أيضا، توصل خطرة يخلصها أحمد عسكر. حصلها مرة ثانية المنتخب الفرنسي، عرضية خاطرة رويه يستعد لها ويلعبها، لكن بيد حارس المرمى عبد الرضا عباس. لاعب فعلا رقم 14 رغم زيادة وزنه وثقله فعلا، إلا أنه لاعب فعلا متمكن، واستطاع أن يسجل التعادل الهدف الثاني لمنتخب فرنسا. عادل عبد النبي إلى محمد بن نيان لسامي الحشاش. سامي 17 دقيقة الشوط الثاني، وكل لعب توصل جول الثالث. عادل عباس يسجل الثالث في دقيقة 17 من زمن الشوط الثاني. عادل 3 أهداف. عادل عباس في الدقيقة 17 من زمن الشوط الثاني الهدف الثالث لمنتخب الكويت. هذه عادة. شوف هاتريك فعلا هاتريك. هذا اصطلاح رياضي طبعا يقال اللي يحرز 3 أهداف في الدوري الإنجليزي يسمونه هاتريك. عادل عباس هاتريك فعلا في مباراة اليوم الودية والحبية اللي تقام بين منتخبين الفرنسي والكويتي لمونديال 82. وتقدم منتخب الكويت ب3 أهداف لعادل عباس الهاتريك مقابل هدفين لمنتخب فرنسا. توصل أحمد عسكر إلى سامي الحشاش. سامي
إلى عبيد الشمري، تروح منه يحصلها المنتخب الفرنسي ناحية نسكنز، يلعبها إلى 15 تنقطع لأحمد عسكر، عسكر لسعد شبيب، شبيب تروح منه يحصلها بلاتيني، بلاتيني توصل تروح سهلة إلى عيسى الجساس حكمنا الدولي الحالي وواحد أيضا من نجوم الكرة الكويتية السابقين. جساس يلعبها توصل إلى أحمد عسكر، عسكر و19 دقيقة. منتخب الكويت 3 أهداف لعادل عباس، ثلاثتهم سجلهم عادل عباس مقابل هدفين لمنتخب فرنسا، وهجمة لمنتخب الكويت ناحية سعد شبيب جهة الشمال، يحصلها بريزة حارس المرمى، يلعبها الفرنسي في اللعب بلاتيني إلى نسكن. شارك أيضا جيمنز اللاعب رقم 11 الأسمر آدم مرجان بدل عبد الرضا عباس، آدم مرجان في حراسة المرمى بدل عادل عباس. هذه المباراة طبعا إحياء لذكرى أسرانه، ويكون فيها التبديل مفتوح، الحقيقة مفتوح لا يحدد بعدد، ومباراة أيضا تأتي من خلال إحياء ذكرى الأسرى والمفقودين في سجون طاغية العراق، وأيضا من خلال الأسبوع التجاري اللي يقام خلال الأيام المقبلة في دولة الكويت. وسبق أيضا للمنتخبين في مونديال 82 اللقاء في كأس العالم في اسبانيا، وانتهى اللقاء 4-1 لصالح المنتخب الفرنسي، وهدف الكويت سجله عبد الله بلوشي. كرة ملعوبة الى عبيد الشمري، بيد يلعبها لسامي الحشاش، سامي الحشاش يعلي، طاح المدافع الفرنسي، توصل مرة ثانية أحمد عسكر، أحمد والجمهور أيضا معاه، شايت أحمد كان يمتاز أحمد عسكر بالتسديد من المسافات البعيدة، وأغلب أهدافه اللي سجلها سواء كان مع المنتخب أو العربي من خارج منطقة 18. هذا أحمد عسكر، شوف بعد الاعتزال يزيد الوزن ويتغير الشكل فعلا، اللياقة تقل والشحم يزيد في اللعب. بيكو يحاول، محمد بنيان معاه، عرضية لجيمس، واحد 20 دقيقة من زمن الشوط الثاني، وتوصل إلى آدم مرجان يحصلها من بنيان. 3 منتخب الكويت وفرنسا 2. مؤيد الحداد مع 17 الفرنسي روسي، اللعب إلى عبيد الشمري، عبيد يهيئها لأحمد عسكر، وعسكر ناحية جمال يعقوب، توصل إلى بريزة يبعدها بلاتيني، وقدامه عادل عبد النبي يلعبها بلاتيني، توصل الكرة عرضية ناحية بيكو وسامي الحشاش، سامي يقطعها إلى أحمد عسكر، عسكر يلعبها لعبيد الشمري لأحمد عسكر، نقلات لمنتخب الكويت تنقطع، توصل إلى جيمز، يتركها جيمز إلى بلاتيني، لاعبها لجيمز الأسمراني، وفي فاول، في فاول واعتذار من بنيان للاعب رقم 11 جيمز الفرنسي في مباراة اليوم. - 23 دقيقة من زمن الشوط الثاني، في فاول للمنتخب الفرنسي، ورايح ينفذ الفاول بلاتيني في الكرات الثابتة المعروفة له، في حيطة معمولة وتلعب بلاتيني، توصل إلى بيكو، حاول يهيئها إلى نصف شايت، خطرة وفوق العارضة تطلع برا الملعب، ضربة مرمى، كانت خطرة فعلا. شوف هذه عادة في البطيء، هذه عادة. سبق هذه المباراة طبعا كما ذكرنا مباراة للسالمية والجهرة على أساس صداقة والسلام، وقيمت في نطاق مباريات كأس سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وانتهت
بهدف لصالح السالمية مقابل لا شيء الجهرة. اللعب توصل 3 للكويت 2 فرنسا، ويحاول المنتخب الفرنسي يعوض الهدف اللي في مؤيد الحداد، وفاول فاول 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 لصالح منتخب الكويت. فاول مؤيد الحداد، حاول يمر، شوف في إعاقة وفي فاول لصالح منتخب. سامي الحشاش، سامي شايد إلى سعد شبيب، حصلها المدافع الفرنسي مولي، يلعبها ناحية جمال براسه، فارو تلعب مرة ثانية. المنتخب الفرنسي يهيئها إلى بلاتيني، توصل خطرة تنقطع، ما زالت أيضا مع المنتخب الفرنسي. بيكو 9، بيكو يلعبها عرضية خطرة، توصل إلى جيمس وتنقطع. أحمد عسكر إلى عبيد الشمري، إلى جيمس، لمولي رقم 2 يتركها لبلاتيني، عرضية للمنتخب الفرنسي. و25 وآخر 5 دقائق، ما زال قدام منتخب الكويت هم المتقدمين بالنتيجة ب3 أهداف سجلهم عادل عباس في الشوط الثاني خلال الدقائق 7 و12 و17، والمنتخب الفرنسي 2. الكرة مع عبيد الشمري، عبيد يلعبها إلى مؤيد الحداد، الحداد يعدي الكرة معه، وهجم منتخب الكويت وتلعب، تطلع ضربة ركنية، ضربة ركنية لمنتخب الكويت، كورنر. هذه المباراة طبعا تأتي الحقيقة من إقامتها بصدد إحياء قضية أسرى الكويت والمفقودين لدى النظام العراقي الظالم، وتوثيق للعلاقة ما بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية. وعادل عبد النبي، حصلها عادل عبد النبي، عادل يلعبها، وصل لمؤيد الحداد، حداد يهيئها إلى عبيد الشمري، عبيد يلعبها، توصل اللعب يتابعها ناحية الشمال، تطلع رمية تماس لصالح منتخب الكويت، رمية تماس تتركها عادل عباس صاحب الأهداف ال3 اللي رجح فيهم كفة منتخب الكويت أمام منتخب فرنسا. كرة اللعب لكأس العالم 82، عادل إلى مؤيد الحداد، حداد لعبيد الشمري، وعبيد يلعبها عرضية وتطلع كورنر، كورنر. كرات عبيد لافة سكروه، تطلع ضربة ركنية من المدافع الفرنسي، يبعدها ضربة ركنية لصالح منتخب الكويت. طبعا منتخب الفرنسي بقيادة النجم الدولي بلاتيني، عيسى الجساس، هو اللي راح يلعب الضربة الركنية لصالح منتخب الكويت. عيسى إلى عبيد، ياها، وفي تسلل على سامي، تسلل على سامي الحشاش. طبعا شارك في هذه المباراة وهذا المهرجان الحقيقة الودي جميع لاعبي الكويت الذين مثلوا المنتخب في عصوره السابقة، عصور الذهبية. بلنتي، بلنتي، ضربة جزاء لصالح المنتخب الفرنسي في آخر دقيقتين. شوف شوف ضربة جزاء، وبلاتيني، بلاتيني، بلاتيني الجمهور الفرنسي أيضا المتواجد الأستاذ صباح السالم من النادي العربي، بلاتيني 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 بلاتيني. لو ضاعت ضربة الجزاء، شوف
بلاتيني ومرجان جول. بلاتيني يسجل الهدف الثالث، تعادل، هدف التعادل من ضربة جزاء للمنتخب الفرنسي. 3-3. بلاتيني في الدقيقة 28 من زمن الشوط الثاني سجل من ضربة جزاء بلاتيني هدف فرنسا الثالث. 3-3. هذه عادة في البطيء لكرة بلاتيني في آخر دقيقتين. أصبحت النتيجة الآن التعادل ب3 أهداف لكل من الفريقين. شوف، فرنسا 3 والكويت 3. أهداف الكويت سجلهم 3 عادل عباس. هجمة لمنتخب فرنسا و29 دقيقة من زمن الشوط الثاني، والشوط مدتها نص ساعة. طلاب توصل إلى بيريزا حارس المرمى نص ساعة، 30 دقيقة. وطبعا سامحوهم لأن الحقيقة كبار السن وقلة اللياقة، واحذفوا من الوقت الأساسي ربع ساعة من كل شوط، أصبح كل شوط 30 دقيقة. في هذه المباراة الودية والتي تجمع منتخب فرنسا بمنتخب الكويت اللي شاركوا في مونديال اسبانيا 82. ويصفر حكم المباراة حميد أحمد، معلن عن نهاية مباراة اليوم بين قدامى الكرة الكويتية والمنتخب الفرنسي السابق اللي شارك في كأس العالم 82. وشارك أيضا في هذه المباراة جميع اللاعبين الذين مثلوا الكرة الكويتية في عصوره السابقة من أجل المساهمة بدعم قضية أسرى الكويت والمحجوزين في سجون طاغية بغداد. وفي ختام هذه المباراة شكرا لكم أعزائي المشاهدين من خلال تلفزيون دولة الكويت القناة الثالثة، ومن خلال مستمعينا في إذاعة دولة الكويت. أما بالنسبة وبعد قليل سيقوم الشيخ أحمد الفهد والسفير الفرنسي بتسليم كأس تذكاري لهذه المباراة التي جمعت المنتخب الكويتي السابق لكأس العالم 82 ونجوم الكرة الفرنسية بهذه المناسبة، لتبقى فعلا هذه المناسبة ذكرى بين الفريقين وبين نجوم الكرة في فرنسا والكويت. وطبعا بعد التعادل ستكون هناك ضربات الجزاء لترجيح الفريق الفائز الذي سيحصل على الكأس، وسيعطي حكم المباراة حميد أحمد 5 ضربات جزاء لكل فريق لمعرفة الفريق الذي سيفوز في المباراة. سيطبق أيضا حكم المباراة ضربات الجزاء لكل من الفريقين بعد ما انتهى الوقت الأساسي اللي اتفق عليه طبعا من الطرفين، سواء نجوم الكرة الكويتية أو نجوم الكرة الفرنسية، بأن يكون مدة كل شوط نص ساعة. ولعب كل من الفريقين فعلا شوطين مدة كل شوط نص ساعة، تعادل فيها كل من الفريقين الفرنسي والكويتي ب3 أهداف لكل منهما. وبلاتيني هو اللي راح يشوت، بلاتيني هو اللي راح ينفذ ضربة الجزاء الأولى. بلاتيني، شايف أنا آدم مرجان في حراسة المرمى. بلاتيني ضربة الجزاء الأولى وشوت جول، سجل بلاتيني أول ركلة جزاء لمنتخب فرنسا. شوف هذه عادة في البطيء، عادل عباس
سامي الحشاش. ضربة الجزاء الأولى سامي الحشاش. سامي بريزة حارس المرمى في المرمى. سامي الحشاش هو اللي راح يشوط ضربة الجزاء الأولى لمنتخب الكويت. جول سجل أيضا سامي الحشاش ضربة الجزاء الأولى لمنتخب الكويت. شوف هذه عادة في البطيء أيضا نفس المكان اللي وضع فيه بلاتيني الكرة الأولى. هذه ضربة الجزاء الثانية لمنتخب فرنسا. لاعب شوف رغمه وآدم مرجان في المرمى. 9 بيكو اللاعب الفرنسي وآدم مرجان صيدها صادها آدم مرجان طار لكرة بيكو وصادها فعلا. صادها شوف مرجان صاد كرة بيكو فعلا. جمال وضربة الجزاء الثانية لمنتخب الكويت. جمال يعقوب جمال نزل بلاغه وبريزة في المرمى. جمال يلا شوت مال حلوة. جول منتخب الكويت سجل ضربتين سامي الحشاش جمال يعقوب، بينما المنتخب الفرنسي سجل من ضربتين بلاتيني واحدة وآدم مرجان صاد فعلا كرة بيكو. الآن الضربة الثالثة لمنتخب فرنسا. رقم 18 راح يشوت هو اللاعب بلانسي هو اللي راح يشوت. آدم يلا يا آدم. جول بلانسي سجل ضربة الجزاء الثالثة لمنتخب فرنسا. مؤيد هو اللي راح يشوت الضربة الثالثة. شوف هذه عادة في البطيء لكرة بلانسي، ضربة الجزاء الثالثة اللي سجلها مؤيد الحداد وضربة الجزاء الثالثة صادها. صادها بريزة حارس مرمى المنتخب الفرنسي صاد كرة مؤيد الحداد. شوف هذه عادة في البطيء صار له فعلا وصد كرة مؤيد الحداد. 2-2 سجل منتخب الكويت سامي الحشاش وجمال يعقوب، بينما أضاع مؤيد الحداد وأضاع بيكو الفرنسي. هذه الرابعة رقم 2 ليمول. الرابعة ضربة الجزاء الرابعة لمنتخب فرنسا رقم 2 ليمول وضربة الجزاء الرابعة ليمول شوت حلوة ويصيد آدم مرجان. هذه الثانية، هذه ضربة الجزاء الثانية اللي يصيدها آدم مرجان. شوف كرة ليمول سددها فعلا لكن طلع في الزاوية الشمال يصيدها آدم مرجان. صاد أيضا كرة بيكو الثانية وهذه الرابعة اللي سددها ليمول صادها. وشايف أنا منه عادل صاحب الأهداف الثلاثة والضربة الرابعة. عادل شوت جول. عادل عباس سجل ضربة الرابعة. هذه عادل، شوف هذه كرة عادل عباس. 5 لمنتخب فرنسا. الآن أصبح الآن الكويت مسجل 3 مقابل فرنسا 2. الآن الضربة الخامسة لمنتخب فرنسا. اللاعب رقم 13 نسكن الهولندي اللي مثل منتخب هولندا مرتين في كأس العالم. شوت جول قوية. جول الآن منتخب الكويت. والضربة الخامسة عادل عبد النبي.
عادل عبد النبي وضربة الجزاء الخامسة. يلا يا عادل، يلا يا عادل. 5 سجل منها فرنسا، 3 ضربات. عادل عبد النبي شوت، فوق العارضة يا عادل، فوق العارضة يا عادل. الآن يعطي حكم المباراة أيضا حميد أحمد ضربة واحدة لكل فريق، السادسة طبعا. عادل عبد النبي 3-3 أيضا، سجل في الضربات الجزاء منتخب فرنسا 3 وأيضا منتخب الكويت. أضاع مؤيد الحدد وعادل عبد النبي، وهذه الضربة السادسة لمنتخب فرنسا رقم 15. جول اللي هو اللاعب كارون 15. كارون جول. كارون. الآن أصبح المنتخب الفرنسي متقدم 4 ضربات جزاء مقابل 3 للكويت. سعد شبيب راح يلعب ضربة الجزاء لمنتخب الكويت السادسة. سعد شبيب شوت، جول. 4-4. أصبح الآن كل فريق مسجل 4 أجزاء من أصل 6 ضربات. 4-4. 4 الكويت و4 فرنسا. هذه الضربة السابعة لمنتخب فرنسا، واللاعب رقم 7 أمور فيني. مور ترتاج من الغائب اليمين، كرة أمور ارتدت. شوف ارتدت. أحمد عسكر هو اللي سوف يرجح كفة منتخب الكويت. شوف ضربة الجزاء تعادل، ضربات الجزاء الترجيحية فرنسا 4 الكويت 4، وأحمد عسكر 7 لو سجلها خلاص. أحمد عسكر ركز، شوت، جول. سجل منتخب الكويت 5 ضربات من أساس 7 بينما فرنسا 4، وبذلك انتهت المباراة بفوز نجوم الكرة الكويتية وأمام نجوم الكرة الفرنسية بعد ما انتهى الوقت الأساسي 3-3. سجل الكويت 5، أصبحت النتيجة 8-7، ورجح أحمد عسكر كفة الفوز لنجوم الكرة الكويتية. وفي هذه المباراة التي أقيمت إحياء لذكرى أسرانا ومحتجزين في سجون الطاغية في بغداد، والآن بلاتيني النجم الدولي لهذه المباراة والكأس التذكاري من رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد الفهد. وتأتي هذه المباراة كما ذكرنا أعزائي المشاهدين والمستمعين إحياء قضية أسرى الكويت والمفقودين والمحتجزين لدى النظام العراقي الظالم الذي ما زال يحتجز أسرانا لأكثر من 4 سنوات دون ذنب اقترفوه. وأيضا من جانب آخر تأتي هذه المباراة توثيقا للعلاقات القوية بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية من خلال هذا المهرجان الكروي الذي يجمع قدام منتخب الكويت الوطني ومنتخب فرنسا الذي شارك في نهائيات كأس العالم 12 في إسبانيا 82. وأيضا
تعد هذه المباراة ذكرى لقاء الفريقين الذين شاركوا في كأس العالم 82، وفي ذلك الوقت انتهت المباراة 4-1 لمنتخب فرنسا، واستطاع من خلال هذه المباراة الودية الحبية أن يرد المنتخب الكويتي اعتباره من خلال هذا الفوز، وأيضا تبادل الهدايا التذكارية بين الوفد الإداري الذي يرافق المنتخب الفرنسي في هذه المباراة، والكأس المقدم من السفير الفرنسي للكابتن سعد الحوطي. سعد الحوطي يهدي أيضا الكأس إلى أحمد الطرابلسي، عيسى الجساس، فتحي كميل، إلى وليد الجاسم، سامي الحشاش. هؤلاء النجوم الذين شاركوا بالعديد من الإنجازات والبطولات الكروية لمنتخب الكويت الوطني في عصره الذهبي: محبوب، يوسف سويد، نعيم سعد، مؤيد الحداد، عادل عباس، سعد شبيب، عادل عبد النبي، عبد الله بلوشي صاحب الهدف الذي سجله في مرمى المنتخب الفرنسي في 82 في كأس العالم، عبد العزيز حسن، ومحمد بنيان، آدم مرجان الذي صد ركلتين جزاء ترجيحية، عبد الرضا عباس، وأحمد عسكر. ومشرف المنتخب الوطني في هذه المباراة لنجوم الكرة الكويتية اللاعب الدولي جاسم يعقوب، ومدرب قدامى المنتخب الكويتي جواد مقصيد اللاعب الدولي السابق، وأيضا أحد الذين شاركوا في العديد للمنتخب الوطني في البطولات. وفي الختام أعزائي المشاهدين والمستمعين، شكرا لكم، وحتى نلتقي إن شاء الله في لقاءات قادمة، مع السلامة.